بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبناء وبناتي طلبة تانية ابتدائي. إن شاء الله هنكمل مع بعض حل نماذج من التقييمات النهائية لامتحانات آخر العام للعام الدراسي 2026. Number 1. Listen and write the missing sound. هتسمع وتكتب الأصوات المفقودة، يعني هتكتب الحروف اللي ناقصة. قبل ما نبدأ في الحل وعلشان نحل صح أخلي بالي من حاجتين. أول حاجة هسمع الكلمة كويس من المس أو المستر، وضروري أبص على الصورة عشان الصورة هتساعدني برضو في إن أنا أتعرف على الكلمة أفضل وأعرف إيه الكلمة المقصودة، وإن شاء الله أكمل حروفها بطريقة سليمة. نسمع wind wind، وطبعا الصورة اللي قدامنا صورة رياح، يبقى ناقص حرف ال N وحرف ال D. نمبر 2. نسمع كيوب كيوب، وطبعا الصورة اللي قدامنا صورة مكعب، يبقى ناقص حرف اليو وحرف الإي. نمبر 3. نسمع لامب لامب، طبعا كلمة لامب يعني لمبة أو أباجورة، يبقى ناقص حرف الإم وحرف البي، البي التقيلة. نمبر 4. نسمع كايت كايت، وطبعا الصورة اللي قدامي صورة طيارة ورق، يبقى ناقص حرف الاي وحرف الاي. نمبر 2. choose the correct answer. هنا بيقول لي اختار الإجابة السليمة، بيديني جملة وفيها نقط وبيديني اختيارات، بيديني 3 اختيارات، بقرأ الجملة وبقرأ الاختيارات واشوف فين الكلمة المناسبة واحطها في الجملة. نمبر 1. there are نقط on the shelf، يعني يوجد ايه على الرف. أول كلمة كلمة skirt يعني جيبة، تاني كلمة كلمة skirts يعني جيب، آخر كلمة كلمة jacket يعني جاكيت. الرف عليه جيبة ولا جيب ولا جاكيت؟ يلا بينا هقولك تحل السؤال ده ازاي. أولا هتشوف هي عندك there is ولا there are. طبعا شايفين there are. طيب there are بيجي وراها مفرد ولا جمع؟ برافو عليكم، بيجي وراها جمع، يبقى there are skirts. هنختار كلمة skirts علشان فيها اس الجمع، لكن الكلمات التانية مفرد ما ينفعش نجيبها بعد there are. نمبر 2. I play tennis with، أنا بلعب التنس بإيه؟ تعال نشوف الاختيارات. أول اختيار كلمة rackets يعني مضارب، تاني اختيار كلمة ropes يعني حبال، آخر اختيار يعني courts ملاعب. فكر معايا فين الإجابة السليمة والمناسبة واللي هتخلي معنى الجملة سليم. very good. اللي بيلعب تنس بيلعب بإيه؟ بالمضارب، يبقى I play tennis with rackets، يبقى أنا بلعب التنس بالراكتس. نمبر 3. there not any tables، يعني عاوز يقول لا يوجد أي ترابيزات. طبعا there ينفع يجي معاهم التلاتة، ينفع أقول there isn't لا يوجد للمفرد، وينفع أقول there is يوجد للمفرد، وينفع أقول الإجابة الأخيرة there aren't لا يوجد للجمع. بس طبعا في الجملة هنا هو محتاج إجابة واحدة بس هي اللي هتبقى سليمة. إيه الكلمة اللي لازم نستبعدها الأول؟ isn't بتيجي مع المفرد، وaren't الأخيرة بتيجي مع الجمع. يلا نشوف اللي بعد النقط مفرد ولا جمع. هنلاقي هنا كلمة tables فيها اس، معنى كده ان كلمة tables جاية في صيغة الجمع، يبقى هنشطب على isn't.
لأن هي مش مناسبة. isn't عايزة شيء مفرد، ويبقى الإجابة بتاعتنا aren't، ودي الإجابة المناسبة والصحيحة. يلا نقول الجملة بالإجابة. There aren't any tables، يعني لا يوجد أي ترابيزات، وبنسمي النوع ده من الجمل جملة منفية. Number 4. We go to school by نقط، يعني نحن نذهب إلى المدرسة بإيه؟ يلا نقرأ الكلمات ونترجمها ونستبعد الإجابات الخطأ لحد ما نوصل للإجابة السليمة. أول اختيار pencil، قلم رصاص. تاني اختيار bus، أتوبيس. آخر اختيار book، كتاب. طبعا اللي هيروح المدرسة مش هيركب قلم رصاص، خطأ، ولا هيركب بوك، كتاب، خطأ. أكيد هيركب بس، أتوبيس. يبقى نقول الجملة بالإجابة. We go to school by bus، نحن نذهب للمدرسة بالأتوبيس. Number 3. Read, order and write، يعني اقرأ ورتب واكتب. أول حاجة بنعملها بنترجم الكلمات اللي قدامنا. كان يستطيع، count يعد، I يعني أنا، 10 رقم 10، to إلى. نبدأ نرتب بالكلمة اللي تحتها خط وهي تعتبر فاعل الجملة، يبقى I. أنا إيه؟ very good. كان أقدر. أقدر إيه؟ أقدر أعمل إيه؟ count. أعد. يلا بعد ما تقول أنا أقدر أعد المفروض تقول إيه؟ to إلى 10 رقم 10، يبقى I can count to 10، يعني أنا أقدر أعد لحد 10. Number 2. is يكون تنس، كرة التنس. there، طبعا احنا عارفين ان there بتيجي معاها is بمعنى يوجد المفرد، ولو جت معاها are بيبقى معناها يوجد الجمع. racket يعني مضرب، وآ شيء واحد، واحنا قلنا أداة نكرة بمعنى شيء واحد. نبدأ بالكلمة اللي تحتها خط وتملي بنلاقيها بادئة بحرف كابيتال. نبدأ بزير. طبعا احنا قلنا كلمة زير عشان تدي معنى يوجد محتاجة وراها يا إما is يا إما are، واللي موجود عندي هنا في الاختيارات كلمة is، يبقى there is يوجد. يا ترى نقول يوجد ايه؟ نقول تنس راكت ولا راكت تنس؟ الإجابة الصحيحة إن احنا نقول تنس راكت، يبقى تنس راكت. ونقول الجملة مرة تاني. There is a tennis racket، يعني يوجد مضرب تنس. Number 4. Read and match، اقرأ ووصل. هنقرأ كل كلمة ونترجمها وبعدين نوصلها على الصورة المناسبة ليها. Number 1. court، كلمة court يعني ملعب. يلا بينا نوصل على الملعب. Number 2. pencil case، وبنسل كيس يعني مقلمة. يلا نوصل على صورة المقلمة. very good. Number 3. flower، وفلاور يعني زهرة، ويلا نوصل على صورة الزهرة. look and write the missing letters، يعني انظر واكتب الحروف اللي ناقصة. طبعا اتعلمنا في النوع ده من الأسئلة إن لازم أبص على الصورة كويس علشان أعرف إيه الكلمة المطلوبة. Number 1. فأول صورة عندي مديني صورة حشائش، أنا كده اتعرفت على الصورة. طب حشائش يعني إيه؟ grass.
وفعلا هنا مديني كلمة جراس، وجراس ناقصة حرفين، حرف الار وحرف الاس. بعد كده مديني صورة سلة، وسلة يعني بن، ناقصة حرف الاي. في الصورة اللي بعد كده مديني صورة حذاء، وحذاء يعني شوز، شوز. طبعا هنا ناقصة حرف الاتش، وهنا ناقصة حرف الاس. آخر صورة مديني صورة نحلة، ونحلة يعني بي، بي يبقى ناقصة حرف الاي وحرف الاي. نمبر 6. look read and complete، يعني انظر واقرأ وكمل. أول حاجة بعملها بقرأ الكلمات اللي عندي وأترجمها. clowns مهرجين، motorcycle دراجة نارية، net شبكة. نمبر 1، فأول صورة جايب لي صورة مهرجين، طبعا الإجابة كده سهلة. نقرأ the نقط are funny، إيه يكونوا مضحكين. طبعا الصورة فيها مهرجين، يبقى هنحط على كلمة clowns نمبر 1 ونكتبها في النقط C L O W N S. نمبر 2 جايب لي صورة دراجة نارية، نقرأ الجملة he rides a، هو بيركب ايه. برضو هنا الإجابة سهلة، لأن الصورة عرفتني أنا هكتب ايه، يبقى he rides a motorcycle. موتورسايكل يعني دراجة نارية. نكتب الكلمة في النقط M O T O R C Y C L ونقفل جملتنا بفول ستوب. نمبر 7 read and complete the text، اقرأ وكمل النص with the words from the box، بكلمات من الصندوق. وزي ما اتعلمنا في النوع ده من الأسئلة إن أنا أبدأ بترجمة الكلمات اللي عندي الأول. كيس، طبعا كلمة كيس بتيجي مع كلمة بنسل، بنسل كيس على بعضها بمعنى مقلمة. باص أتوبيس، تشير كرسي. نبدأ نقرأ أول جملة ونشوف إيه الكلمة المناسبة ليها من الثلاث كلمات اللي فوق. عمر goes to school by not، يعني عمر بيذهب إلى المدرسة بإيه؟ يلا نفكر، نختار كيس ولا باص ولا تشير؟ أكيد كلكم بتقولوا بصوت واحد كلمة باص، لأن كلمة باص مناسبة للمعنى، عشان نقول عمر goes to school by bus، يعني عمر يذهب إلى المدرسة بالأتوبيس. ويلا نكتب كلمة باص B U S، ونبدأ في تاني جملة he has a new pencil نقط، يعني هو عنده ايه جديدة. very good. هنكمل بكلمة كيس عشان يبقى الجملة he has a new pencil case، لقينا كلمة pencil فكملناها بكيس بمعنى مقلمة. نكتب نمبر 2 على كلمة كيس، وبرضه هنكتبها في النقط C A S E. نكمل، يبقى هو معاه مقلمة جديدة to put his pens and pencils، علشان يضع أقلامه الجاف والرصاص. he plays with his friends، يعني هو بيلعب مع أصدقائه. he likes his school، وهو بيحب مدرسته. Number 8 look and write a sentence under each picture، يعني انظر واكتب جملة تحت كل صورة. يلا نبص على أول صورة ونحاول نفهم الصورة فيها إيه. طبعا الصورة اللي قدامنا فيها ولد، والولد معاه كاميرا وبيلتقط صورة، يعني بيصور. يلا نقول جملة سهلة وبسيطة. هنقول هو
يلتقط صورة. تملي بعمل فكرة بالعربي الأول وبعد كده ببدأ أحولها للغة الإنجليزية خطوة خطوة. هو يعني هي. وتملي يا ولاد ببدأ أي جملة بحرف كابيتال، حرف كبير. عاوز أقول يأخذ أو يلتقط صورة. يأخذ أو يلتقط يعني take. وطبعا احنا خدنا قاعدة مع هي وشي وإت بحط اس، يبقى he takes. عاوز أقول صورة، صورة واحدة هقول واكتب كلمة صورة يعني photo. وأقفل جملتي بفول ستوب، يبقى he takes a photo يعني هو يلتقط صورة. في الصورة التانية عندي صورة حذاء، ويلا نقول جملة سهلة وبسيطة بالعربي. ممكن أقول أنا أقدر أشوف حذاء. أنا يعني وطبعا لازم أبدأ أي جملة بحرف كبير، يبقى أقدر يعني كان. أشوف أو أرى يعني see. حذاء يعني shoes، هكتب كلمة shoes S H O E S وأقفل جملتي بفول ستوب.